ازيكم عاملين ايه النهارده؟ تعالوا مع بعض هنعمل الغدا بطاطس بكفتة الفراخ بشكل جديد وطعمها حلو جدا. تعالوا مع بعض نشوف المكونات والطريقة هنعملها ازاي. اول حاجة انا جبت كيلو وربع بطاطس، وطبعا غسلته وسلقته كويس خالص وطلعته كمان. اهم حاجة تطلعيه في المصفى عشان يتصفى ما يبقاش فيه ولا نقطة مية. اهم حاجة تصفيها كويس. زي ما انتم شايفين كده هنتبل البطاطس بتاعتنا. هنحط لها شوية كمون وكمان عليها حتة زبدة، وهنزل عليها بشوية ملح، وكمان هنحط شوية توم، وهنحط كمان خضرة. حطيت بقدونس، يبقى احنا حطينا كمون وزبدة وهنحط توم وخضرة، وكمان هنحط شوية فلفل اسود. يبقى كده خلصنا التتبيلة بتاعة البطاطس. حطينا بقدونس، فلفل اسود، كمون، توم، زبدة، وطبعا الملح ده اساسي. دي التتبيله بتاعه البطاطس. طبعا البطاطس عندي سخنه، فطبعا هتسيح لي الزبده اللي انا حطيتها. هنهرس بقى البطاطس بتاعتنا هرسه حلوه كده، وطبعا اهم حاجه تسلقيها كمان كويس عشان تتهرس معاكي بسهوله. طبعا انا حسيت ان الخضره قليله، حطيت شويه خضره تاني. وكده نكون هرسنا البطاطس بتاعتنا وتبلناها ونركنها على جنب كده وخلصنا منها. نروح نعمل ايه بقى؟ هنعمل كفته الفراخ. عباره عن نص كيلو بانيه او صدر فرخه. انا جبت هنا صدر فرخه، هحطه في الكبة. هنزل عليه بشوية توم وشوية بقدونس وبصلاية. يبقى انت هتنزلي كل دول تحطيهم في الكبة وتضربيهم مع بعض، بس انا نسيت وبشرت البصلاية، فطبعا هحطها في الاخر بعد ما اصفيها. لكن عشان تعمليها حطي البصلاية مع البقدونس مع التوم مع الفراخ واضربيهم كلهم مع بعض. بصلاية وسط، بس طبعا انا كانت البصلاية بتاعتي كبيرة شوية فنزلت مية كتير، فطبعا هصفيها. عايزة تضاعفي كمية الفراخ تعملي ايه؟ تمسكي بطاطسيتين كده كبار وتبشريهم وتزوديهم على الفراخ بتاعتك، او تسلقي البطاطس وتحطيها مع الفراخ، مش هيبان طعمها. وكده بتضاعفي كمية كفتة الفراخ بتاعتك، لان الكفتة دي ممكن نعمل جنبيها شوية رز وتبقى اكلة. ممكن نعملها زي ما احنا عاملين دلوقتي بالبطاطس كتغيير. بعد ما نزلنا بالبصلاية بتاعتنا تعالوا نحط التوابل. التوابل عبارة عن ايه؟ شوية ملح طبعا، رشة حبهان صغيرة، نحط فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، جنزبيل. واهم حاجة اعجني الكفتة بتاعتك كويس خالص. يلا بقى نصبع الكفتة بتاعتنا. انا النهاردة هعملها دواير صغيرة خالص عشان اعرف احطها جوه البطاطس بتاعتي، لان احنا النهاردة هنعمل بطاطس عبارة عن زي الطبق وجواها الكفتة بالصلصة. أكلة حلوة خالص وشكلها شيك جدا وطعمها تحفة، وبتنفع كمان في العزومات. كل واحد ياخد طبعا قطعة البطاطس بتاعته، والكفتة طبعا باينة فوقيها شكلها جميل جدا. خلاص كده صبعنا الكفتة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، شايفينها كور صغيرة ازاي. هنروح نقلي الكفتة بتاعتنا، وكمان هنعمل الصلصة بتاعة الكفتة. يلا بينا. هنجيب طاسة على النار، ننزل بقى بشوية زيت وشوية زبدة، ممكن تحطي سمنة بس اللي يريحك، ونشوح الكفتة كلها اللي انتوا شايفينها دي في الطاسة بتاعتنا. بعد ما شوحنا الكفتة كلها، مكان الطاسة هو هننزل طبعا بحتة توم ونقلبها تقلبتين، وننزل بالتوابل. هي التوابل اللي حطيناها في الكفتة: جنزبيل، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة. طبعا احنا عملنا الصلصة مكان الكفتة، بيخلي طعم الصلصة رهيب جدا وجميل. ده غير الريحة كمان بتبقى تحفة، لان خدت طبعا من طعم الكفتة، فبيبقى الصلصة طعمها جميل. خلاص كده سيبناها تتسبك شوية، وننزل بقى بالكفتة تتشرب من الصلصة بتاعتنا، وكده تكون الكفتة بتاعتنا جاهزة. يلا بينا بقى نعمل البطاطس ونشوف هنعملها ازاي. كده ادي الكفتة، وكان عندي شوية جبنة رومي، ممكن تحطي جبنة موتزاريلا اللي يريحك. طبعا ادي البطاطس بتاعتنا بنعملها زي الكورة كده، وتجيبي اي غطا عندك لو انت مش عارفة تعمليها زي الطبق. شايفين؟ ونعمل لها حافة طبعا عالية كده عشان نحط جواها الكفتة. شكلها جميل جدا. شايفين؟ هنعمل البطاطس كلها بنفس الطريقة زي الطبق وجواها البطاطس. حطي بقى جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، دلعيها زي ما انت عايزة. انا كان عندي شوية جبنة رومي.
بصوا هنعملها بنفس الشكل، نعملها دايرة الاول وبعدين ننزل عليها بالغطا ونعمل لها حافة كده زي الطبق بالظبط. وما بتيجي تقدميها بتطلعي القطعة كده في الطبق، حاجة كده شياكة. اهو شايفين بقى، هنعمل كل البطاطس بنفس الطريقة. بس كده خلاص خلصنا كل البطاطس بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الكفتة بتاعتنا جواها. تعالوا بقى نشوف الكفتة بتاعتنا. ادي الكفتة هنحطها طبعا في البطاطس. شايفين بقى البطاطس عاملة زي الطبق ازاي؟ جميلة جدا. وممكن تعمليها طبعا باللحمة المفرومة، ممكن كفتة فراخ او كفتة لحمة اللي رايح، وممكن شوية لحمة مفرومة برضي تحطيهم جواها. وممكن الكفتة اللي احنا عملناها دي يا دوب تعملي شوية رز جنبيها تبقى أكلة. ليها كذا حاجة الأكل طبعا، ليه كذا تشكيلة وكذا طريقة، بنحاول نغير بقى على قد ما بنقدر. خلاص كده حطي بقى ايه الكمية اللي انت عايزاها، 5 صوابع 4 صوابع على قد ما تشيل طبعا البطاطسية بتاعتك. وهي بتدخل الفرن من فوق بس يا دوب نديها لون خفيف خالص، لان احنا كل حاجة عندنا مستوية. يا دوب بقى لو حاطة جبنة هتدخلي تسيحي بس الجبنة وتروحي مطلعاها تاني. طبعا انا اتبقى عندي شوية كفتة، طبعا هنعمل فيهم ايه؟ هنحطهم في صينية ونرش عليهم شوية جبنة رومي وبرضه ندخلهم معاهم الفرن. مفيش 10 دقايق وتروحي مطلعاها من الفرن، يا دوب بس الجبنة تاخد وش ونروح مطلعينها. ادي كده الجبنة الرومي حطيناها على كل الكفتة، وهنحط الكفتة الباقية في الصينية. خلاص كده خلصنا الصواني بتاعتنا، شايفين الجمال؟ وادي الكفتة زي ما قلتلكوا حطيتها في الصينية، لان صدر الفرخة كان كبير فممكن يعملك كمية اكبر من كده. ان الكفتة طبعا رمت معانا كتير كده. خلاص بعد ما طلعت من الفرن هنغرفها بقى في الطبق جنبيها شوية سلطة، وبالهنا والشفا. شايفين الجمال؟ حاجة كده طعمها تحفة، جربوها هتعجبكم خالص. وكده الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.